ده كوارع جريل، دي عالميه، دي جديده، ايه رايكم؟ لا حلوه قوي، خطيره، حلوه بجد. بشرى ساره، عايزين تجيب بقى حته لحمه حلوه، ما بقيناش محتاجين ننزل امبابه، احنا عارفين ان حواوشي الربيع فتح هنا في الشيخ زايد، والسمعه اللي طالعه انه مفيش اختلاف بينه وبين بتاع امبابه، ودي حاجه كويسه جدا. اللطيف بقى في الامر ان حواوشي الربيع عمل جزاره الربيع في الشيخ زايد جنب المطعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من الشيخ زايد، ومعايا ليكو بشرى سارة. عايزين تجيب بقى حتة لحمة حلوة، ما بقيناش محتاجين ننزل امبابة، احنا عارفين ان حواوشي الربيع فتح هنا في الشيخ زايد، فده تمام جدا ومحقق نجاح باهر ما شاء الله، والسمعة اللي طالعة انه مفيش اختلاف بينه وبين بتاع امبابة، ودي حاجة كويسة جدا، بس ما كانتش الجزارة موجودة. اللطيف بقى في الامر ان حواوشي الربيع عمل جزارة الربيع في الشيخ زايد جنب المطعم، واللطيف اكتر ان هم بيفتحوا من 9 الصبح وبيقفلوا 3 الفجر. يعني لو نفسك هفتك على اي برايم كات او مش برايم كات، حته عكوه، حته ريشه، اي حاجه نفسك فيها بالليل في السهره هتلاقي اللي يبيعها لك. يلا بينا نروح عند حواوشي الربيع ونعرف ايه الحكايه. طبعا بقى احنا وصلنا يا جماعه سيتي ووك ستريب حواوشي وجزاره الربيع. الاجواء هنا لطيفه جدا رغم ان الجو حر جدا بقاله حبه، بس بصراحه الجو النهارده كويس جدا، هنا القعده مفتوحه فالجو كويس. تعالوا بقى نلف لفه كمان ندور على وائل الربيع، هنشوفه موجود فين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. السلام عليكم، ازيك يا فنان؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ المعلم فين يا جدعان؟ في الجزائر. انا عايز اجي، لا انا هلف بس الاول اطمن على الجريل وارجع له على طول. انت جيت في المكان الصح، حواوشي الربيع نمبر 1 في مصر. حواوشي الربيع، انت جيت في المكان الصح. على واضح. اكل دايما طازه، بقك يكسبه. ايه الربيع بقى، الربيع بقى. مهرجان يا جماعه هنا بصراحه، الله اكبر. السلام عليكم يا رجاله، عاملين ايه؟ وفي صاله كمان جوه هنا لغايه ده طبعا وصل الدهشور، والمكان بصراحه بسم الله ما شاء الله تحفه، والاجواء لطيفه. الجريلات انا هخش عليهم وافاجئكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اجمد رجاله في مصر وحور الله. حبيبي يا رجاله، حبايبي العب في الكبده حبيبي يا شيف، الله اكبر. تعالوا بص كده المكرونه بقى اللطيفه بتاعت الربيع من ورا احنا من ورا الازاز ده. حبيبي يا كبير، حبيبي يا غالي، حبيبي اديني وانا ضيع. انا جاي لك جزاره النهارده بس ما ينفعش اعديش عليكم واحنا داخلين كده. الله اكبر، الله اكبر. تعالوا بقى نخش برضه عند الحواوشي كده، ايه، نبص بصه ونطلع على الجزاره. هو هنا مش عاملين لك مكان تتشقلب فيه ولا ايه؟ العب 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 العب. ايوه الله اكبر عليك. الربيع واحد بس كده كده على وضعك. ربنا يديكوا الصحه يا رجاله، احنا في الجزاره جنبيكوا هنا. حبيبي حبيبي يا شيفنا، ارجى ابيض حبيبي. طبعا احنا كده ايه خدنا لفه سريعا كده في عند الجريلات. انا بقى ايه هو الجزاره برضو نخش لها من جوه، بس انا عايز اجيب لكم برضو المكان من بره علشان تبقى انتوا ايه شايفين. احنا كده خرجنا وادي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا الجزاره من بره تحس انه مطعم ايه، محل جواهرجي. وصلنا بقى يا جماعه جوه عند الجزاره. تعالى اقول لك يا عم شامي، تعالى حبيبي يا عم وائل، الله اكبر. هقول لك كتير قوي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا باشا ده محل جواهرجي ولا جزار يا باشا؟ الله اكبر. بس انا كان نفسي اقابل الحاج ربيع بصراحه. الحاج ربيع ما هو انا حاطط لكم عشان الصوره لازم نشوفه. حبيبي يا عم ربيع، حبيبي ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. عامل ايه يا عم وائل؟ الحمد لله. ومودي عامل ايه؟ الحمد لله والدنيا حلوه الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبار اللحمه بقى النهارده وفي بتاع اللي انا شفتك عامل لها ستوري دي اللي هي البتاع الملفوفه دي بقى. انا معاك بقى رول الربيع. انا معاك بقى، فسحني يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص النهارده العرق الفليتو، الله اكبر، احلى حته في العالم. ده بتاع الشوي بقى، ده الله بتاع المزاج. الله ده اكبر. نشوي منه كل حته هطلعها لك واقول لك هنعملها ايه. يلا بينا. دي بقى الحاجات اللي هم بيعملوها انا مش عارفها. الاسوبوكو. الاسوبوكو والمبوكو والحاجات دي. ايوه اللي هي الفخده بتيجي تتقطع بعضمها. الموزه موزه الفخده. الله اكبر. بالمنشار. بتترش ملح وفلفل اسود
وانا ما بحبش الصوصات يا عم شامي. ولا انا. بحب الملح والفلفل الاسود. صح كده. صح كده. صح كده. كده معلقه زبده شويه النخاع دول يدوبوا معانا كده. بص بمعلقه كده اديني وانا ضيع. الموزه طبعا برضو من القطعات المحترمه جدا. بس دي بقى ايه؟ دي فرخه الموزه. هو انت فعلا بتفتح هنا لغايه الساعه 3 الفجر؟ واقعد لغايه لما المطعم يشتغل. يعني احنا لو عايزين نجيب لحمه، نفسي هفتني بالليل في السهره. تعالى وانا هتبلها لك كمان. على وضعك يا عم وائل. سايب لك فرخه الموزه. سايب لك النسر بتاعها عشان تعرف ان دي فرخه. الله اكبر. اسمها فرخه الموزه. بص كده دي بتبقى جميله في الخضار قوي قوي. بص كده بص عامله ازاي. واللي بيحب اللحمه الحمراء دي تبقى كويسه برضه. بس اللي بيحب الجيلاتينه دي مش هيحبها. قوي. مش هيحبها. دي مثلا الرقبه اهي. طبعا بقى ده العظمه بتاع اللحمه. دي اللوحه. انت السمنه دي بنوضب منها حاجات كتير قوي. انا عايز اسالك بقى، انا هنا انت عندك البرايم كاتس، يعني لو عايز مثلا ستيك ريب عايز مش عارف ايه، يعني تجهز لي اللي انا عايزه واقطع لك منه حالا. ده الريب اي ده الشورت ريبس كمان والريب اي وكل حاجه موجود. يعني انت بتقطع لي القطعه وبتوزنها لي، يعني لو عايز قطعه 2 زي ما انا عايز متاح. الله اكبر عليك يا عم، ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. برضه ملح وفلفل اسود ده شغل المزارع بتاعتنا كله. شغل المزارع بتاعتنا. بس لونها عامل ازاي؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. ده عرق التريبيانكو صح اللي انت مجهز؟ دي عروق التريبيانكو. دي جاهزه كده. بتبقى مجهزه. اوكي دي جاهزه على طول، اللي هو ياخدها على التشغيل على طول يعمل بيها اللحمه البارده. خش كده. هو يا دوبك بس هيفتح كده. حط الثوم والفلفل بتاعته والفلفل الاسود. الله. والحته تتسلق، وبعد ما تتسلق ينزل ياخد التحميره بتاعته ويقطع سلايسات. الله اكبر الله اكبر. وانا شايفك مجهز للناس هنا. طب انت بقى هنا بوفتيك كل حاجه. الله اكبر. يعني احنا عندنا انا شايفك كمان معلق ضاني، يعني انت جزاره كندوز ضاني وكل حاجه. يعني عايز ريش ضاني موجوده، عايز رقبه ضاني موجوده، كتف مش عارف ايه الكلام ده كله موجود. اي حاجه عايزه الزبون انا عندي قبل العيد. طب وايه بقى المصنعات الجديده عندك؟ عندي، بس انا عايز اقول لك على حاجه. قول لي. في ناس ما بتحبش اللحمه الحمراء كده. انا ما بحبهاش. انا ما بحبهاش برضه. لازم اللحمه والله العظيم 3 لو جات لي حته لحمه حمراء كده في الاكل ما اقدرش اكلها. ما بالظبط. لازم الاكل لازم كده. لازم الدهون. لازم هنا الدوج ده. بص بس انت الجيل الجديد منايل برضه شويه، خد بالك كله بيقول لك انا عايز اللحمه. بص ده مش سمين. ايوه لا اقسم بالله ما سمين. ده اللي بيطر اللحمه. قطع كده اللحمه ليها طعم كده. انا بخمس اللحمه يا عم. ده هنا الحلويات بقى والحاجات اللطيفه. الرقبه الضاني طبعا العظمه طبعا. انا لسه كنت عامل فيديو للرقبه الضاني دي، عاملها ني في ني كده وسايبها تستوي في قلب ميتها. حاجه خطيره. اقسم بالله تحفه. الله اكبر الله اكبر الله دي انا بسميها بدل العكاوي. بالظبط. انا ما فيش عكاوي واخد رقبه ضاني. اخد رقبه ضاني اعملها. فخده الضاني ما شاء الله. معلش يا ولاد مش هاجي لنا عم محمد الشامي كل يوم. قطعت لهم الاستريتش هيضربونا كده. بتجي ممكن نطلع الموزه بتاعتها كده. دي بقى بنخليها ونعملها زي البطه. ده زند ضاني. ده الزند الضاني بقى معمول الفرخه الضاني دي. بتحشي ويتلف بالدباره زي ما انت شايف، ويتحط في الفرن زي ما هو كده. يتسلق الاول. لازم اي حاجه، اي لحمه لازم تاخد سلقه وبعد كده تنزل الفرن عشان لما السوا بتاعها يبقى مظبوط معاك. تبقى في الامان. سيبك بقى انا احطها 14 ساعه في النار. طب ليه؟ انا احطها ساعه واظبطها واطلعها تاخد التحميره بتاعتها بس. دي الكبده. الله اكبر. كبده عم ربيع. كبده عم ربيع طبعا ايه مشهوره في المطعم وبره المطعم. الله اكبر ما شاء الله. انا عن نفسي انا بحب دي. بحب ده. القلب طبعا. انا بوصفها لك. انا وانت امال احنا اصحاب ليه؟ وريني بقى المصنعات الجديده بقى يا باشا. بص دي الكفته اللي هي الكفته الحياتي. وده البرجر. ما شاء الله. الله اكبر. الاسعار ايه بتاعت المصنعات النهارده يا عم وائل؟ 280 كله. 280 كيلو. تمام. ودي الكفته اللي هي السيخ. كفته الشوي. كفته داوود. ما شاء الله. كل الاسعار زي بعض. كفته رز كلها. كفته رز. الله اكبر. المخ الجميل بتاعنا الاحمر اهو. بص. الله اكبر. فص المخ لو مش احمر كده ما تجيبوش. الله اكبر. كوره بقى متقطعه وجاهزه على السريع على طول. حاجه نضيفه وزي الفل. الله اكبر. الله اكبر. انا اصلا شفت الفيديو ده، هو ده اللي جابني على ملا وش. طبعا السجق الربيع معروف يعني. البتاع بقى اللي جابني على ملا وش ده الرول بقى اللي هو الجديد ده. ده ايه بقى عباره عن ايه ده بقى؟ دي بقى وش بقى ده بفتيك يعني. بفتيك قوي كده وبتلف جواه طرب وتلف ورا في الكفته اللي هي الزيتي كده متبله وجاهزه. يعني ده كفته جوه طرب. ايوه. بص كده كفته. ايوه. وبعد كده طرب وبعد كده وش الفخده بقى. وش الفخده البفتيك. هنشيل مثلا دي ونشيل الاستريتش ونحطها على النار. على النار. تتعمل على المشويه على الفحم او تتعمل في طاسه او جريل؟ احسن لها على الفحم. على الفحم تبقى اقوى. على الفحم. على الجريل هتاخد معاك شويه يعني. لازم تدوبها شويه.
تمام. انما على الفحم هي على طول. طيب انا مثلا لو عندي طلقه شوي بتاع مش عارف ايه، عايزك تتبل لي، عايزك تعمل لي، اجي اخد منك الطلبيه وتظبط لي العمل. عندي بفتيك وعندي كل حاجه. كل حاجه بتيجي تتبل جاهزه، خدها على الشغل على طول. تتبل لك قدامك ونعملها لك وتاخدها. طب الجزاره بتوصل يا عم وائل؟ فين بقى؟ زايد اكتوبر في كل حته. الرقم الفرع بتاع امبابه بيخدم من امبابه ووسط البلد ومدينه نصر والتجمع كله. احنا هنا في زايد عشان المكان هنا قريب، فزايد اكتوبر، حدائق الاهرام، يعني بتخدم منطقه الجيزه الجديده تعتبر كلها الحته حوالينا يعني. رقم التليفون كام يا عم وائل معلش؟ الارقام 17 ده نفس الرقم؟ ده الرقم اللي هو المختصر ده رقم المطعم والجزاره وكله، ولا الجزاره ليها رقم لوحدها؟ الجزاره في موبايلين للجزاره، هم كله هو بيحدف كله برضه هنا بصراحه. كله اهو، يعني انتوا سواء هتتصلوا على الهوت لاين 17 19 8 او الارقام 010 10 60 55 83 او 010 25 9 5 7. الفيسبوك بتاعهم طبعا حواوشي الربيع الاصلي، وعلى الانستجرام وعلى تويتر. الجزاره هنا فيها ميزه ان هي ما بتقفلش، طول الاسبوع شغاله، المطعم طول الاسبوع شغال، بيفضلوا فاتحين من 9 صباحا كل يوم، ما بيشطبوش قبل الساعه 3 4 الفجر على حسب الشغل، يعني سواء جزاره او سواء مطعم. طبعا احنا مش عايزين نجيب الاسعار لان احنا عارفين ان الاسعار للاسف بقت بورصه اللحمه بتتغير كل يوم، وربنا يعين الناس كلها. بس لو احنا هنتكلم يعني هي اسعار زايد، الناس قالت لك ده هيبيعوا اللحمه الغالي، لا بالعكس، لا ببيعها بنفس اسعار امبابه، بنفس اسعار امبابه، ودي حاجه كويسه ان اسعار اللحمه هنا، وغير ان اللحمه كمان الكواليتي والبريميوم بتاعها كواليتي بريميوم، والكواليتي بتاعها كويس، والاسعار بتاعتها معتدله جدا بالنسبه لكيلو لحمه محترم جدا تقدروا تاكلوه. هتعشيني ايه؟ انا عارف انت بتحب الفريك. انا كده كده بحب الفريك عندك انت. انا بقول اجمد حاجه عند حواوشي الربيع طاجن كوارع جريل بقى، كوارع جريل بقى جديده بقى، دي جديده دي كوارع جريل بقى، دي بالخلطه كده بتاعتها السحريه دي. فسحني يا عم هتوديك في حته تاني خالص. فسحني يلا، ربنا يوسع رزقك يا رب حبيبي. تسلموا يا رجاله، تعبناكم حبايبنا، ربنا يخليكم. ده ايه ده بقى يا عم وائل؟ ده مدفع السجق. مدفع السجق، يعني انت بتحشي السجق قدام الزبون، قدام الناس كده، واجيبه كده حط السجق ينزل على الرخامه هنا بس. الله اكبر. بس كده خد جيب المدفع كده، المدفع الكهرباء، ده مدفع كده بتاع الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. طبعا بقى ايه، بعد ما خلصنا جوله الجزاره الجامده جدا، هنخش بقى ايه نتعشى وناكل لقمه، وبس بقى ايه انضم لي طبعا في اكل على طول، فلازم انضم لي حد. فانضم لي النهارده معلم خالد الغندور. ازيك يا استاذ خالد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. والاستاذ زياد هاني. مساء الفل. مساء الفل يا استاذ زياد. مساء الفل. وجوه جديده يا جماعه، وشكلهم مؤدبين وما بياكلوش كتير. انا اتمنى من الله ما يبانش من الله، احنا ذواقه بس. هتدوق يعني؟ هدوق. انت فاهم الفرق بين الدوق والعشاء يعني. طبعا بقى الرز الجميل بتاع حواوشي الربيع بقى، وشويه الطواجن اللطيفه، الحاجات اللي هي ايه انا بعتبرها الهيدن جيمز في حواوشي الربيع. ده طبعا حبيب قلبي ومحطوط قدامي طاجن الفريك باللحمه العظمه بتاعهم، ده غالبا عكاوي وده غالبا لحمه بالبصل، هنستكشف دلوقتي. دي بقى الكوارع الجريل، ده الجديد منه، والمكرونه طبعا ورقه السجق الشهيره بتاعتنا اللي هنا، ورقه الكبده. احساسكم ايه النهارده يا جماعه وانتم شغالين ذواقين للطعام؟ حلم حياتي، حلم حياتي بيتحقق قدام عينيا. تعالى بس اهم حاجه ده عشان ايه ناخد تقييمات. يعني عايزين نشوف بقى اول حاجه ايه حكايه اغرب شيء في العالم. ده كوارع جريل. تاكل كوارع يا زياد ولا اساسي؟ طب يلا بقى قرب بقى كده معانا عشان انت ركبك بايظه بقى لها فتره. عشان بس الناس اللي بتيجي تروح على حواوشي الربيع تطلب حواوشي، انا عايز اقول لكم ان في كميه حاجات هنا اقوى بكتير جدا من الحواوشي بتاعهم جامد جدا، بس فعلا 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 في حاجات يعني دي عالميه، دي جديده. كوارع جريل دي جديده. ايه رايكم؟ لا حلوه قوي، خطيره، حلوه بجد. حاجه ما فيهاش زفاره. لا مفيش زفاره لزلزتها قليله. لا اختراع. طبعا احنا نركن ده، طبعا ده انا ضايقه قبل كده وعارفه وبقول عليه ان هو اقوى حاجه ومصوره لكم قبل كده، طاجن الفريك باللحمه، بس هناخد راي الرجاله. ده انت اكيد ما اكلتوش هنا قبل كده. حاجه اسطوريه. صور السخونيه معاك سخن جدا. ايه رايك يا حاج؟ هاتوا ميه بسرعه. ايه يا باشا مال؟ ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ مولع يا زيزو. خطير. لا على الصبر. حلو قوي قوي.
غير بقى طبعا اللحمه وجمال اللحمه بقى ايه اللي هي بتيجي من الجزاره بقى اللي هي بصوا بقى بتدوب طبعا هي بس سخنه معلش يعني. شايفين اللحمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سخن جدا سخن جدا جدا. تعالوا بقى ايه لحبيبه قلبي، خدوا بالكم احنا في دايما في الفيديوهات ما بندوقش كل حاجه يا جماعه، ولا انتوا؟ لا انا جاي ادوق اي حاجه. لا احنا ما بندوقش كل حاجه، بندوق بس 3 اصناف فاهم؟ انا خايف عليك. تعالوا بقى ايه عكاوي حواوشي الربيع، طاجن عكاوي معاك بالظبط بقى، والحلويات اللي في الدنيا دايب زي ما انتم شايفين اهو. سمعك اللي بتقول العكاوي ما بتاكلش بالشوكه، سمعك. خلينا نكون متفقين يا جماعه ان دايما اللحمه النظيفه بتطلع منتج نظيف والطعم بيبقى كويس. طبعا الصنعه مهمه وكل حاجه، وربنا بيحلل لكل واحد اكل عيشه، بس هو حرفيا اللحمه طول ما هي كويسه الاكل بيكون كويس. شهادتك ممكن تكون مجروحه لان اغلبنا جرب حواوشي الربيع وعارف اكله عامل ازاي، بس انا اول حاجه ارشح لكم بشده جزاره حواوشي الربيع. اطلبوا حواوشي لو عايزين حواوشي، بس لما تحبوا تاكلوا حاجات ثانيه طواجن وورق وحاجات كده قولوا له ايه المختلف واللي موجود ومستخبي عندك النهارده. وقبل بقى ما نقفل اخر حاجه هنشوف بقى ايه اللحمه اللي بالبصل. حلويات يا جماعه، الله اكبر الله اكبر. عمتم مساء يا اصدقائي. سيب بقى الناس تاكل بقى عشان هم مش عارف حاسسهم محرجين شويه. واضح واضح جدا. نورتونا يا جماعه وشرفتونا شويه دول والله العظيم. حواوشي الربيع، حواوشي الربيع طول عمره بيبهرنا. يمكن ده اول مكان في حياتي اصور له فيديو رقم 4، مستحيل اعملها، بس الناس تستاهل فعلا، لان فعلا دايما عندهم الجديد ودايما عندهم المتميز، وربنا يوسع الجميع. احلى مسا عليكم، تصبحوا على خير.